صباح الخير يا جماعة. قبل ما تبتدوا الفيديو لازم تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت كتير، وبعتوا الفيديو لناس كتير صحابكم. يلا بينا. صباح الخير. النهارده بقى فيديو جديد هنبتدي مع بعض. النهارده يوم اجازه من الشغل. عندنا شويه ترويق بسيط وعندنا شويه حاجات في الحوض بسيطه، بس عايزين نعمل غدا، ولكن مش هنتعب نفسنا قوي النهارده، بحيث ان احنا نرتاح شويه كده قبل ما ندخل بقى في ترويقات العيد والبيتي فور والكحك والحاجات الجميله قوي بتاعه العيد واجواء العيد التحفه دي. بس خليني افضفض معاكم شويه كده قبل ما نبتدي الفيديو. ايه رايكم الاول في المكان الجديد اللي احنا بنصور فيه؟ الاضاءه، كل حاجه، قولي رايكم. ده طبعا الجديد. بصوا يا جماعه، انا حاسه ان انا هنا في اليوتيوب من 7 شهور، وحاسه ان انا ما عملتش اي حاجه. ده بسببين اتنين. اول سبب هو وجود طفل وكمان شغل، فدول حياتي متمحوره عليهم وبياخدوا معظم الوقت. تاني حاجه ان في اماكن تانية وبلاتفورمز تانية انا بعمل عليهم كونتنت تاني، يعني مش هقول اسهل، بس فعلا يعني نسبه كبيره جدا اسهل من اليوتيوب، لانه الافكار بتاعته بتيجي بسرعه، التجديد بتاعه بيجي بسرعه، وانا من النوع اللي هو مش عايزه اطلع على اليوتيوب كل حاجه تبقى روتين 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 روتين. انا مش بحب كده. صناعه المحتوى في اليوتيوب في ناس كتير جدا بتتساهل فيها، تعرف تعملها وعادي جدا، مش اي مشكله. ليه؟ لانهم معتمدين طول الوقت على الديلي فلوج، اللي هي ما عندهمش مثلا شغل، فبيقدروا يطلعوا بره يعملوا حاجات جديده. انا حرفيا، واكيد انتوا عارفين، اي حد معاه بيبي صغير وبيشتغل فايتس اوكي، هو كده بطل يعني، تمام؟ ما بالكم بقى انا كمان عايزه اعمل كونتنت على كل حاجه، فده لود كبير جدا. بس انا ببقى فرحانه جدا وانا طالعه على اليوتيوب، ببقى مبسوطه جدا وانا بعمل فيديوز، بس مش لاقيه اي تشجيع، مش لاقيه اي سبسكرايب او لاقي حاجه. ناس كتير بتتفرج ولكن مش بتعمل كومنت، مش بتعمل لايك، مش بتعمل سبسكرايب. فانا قدامي فرصه 5 شهور ومش هيتحقق الشروط ولا اي حاجه، فطبعا هنقفل القناه. بس طبعا احنا مش هنقدر دوت، لان الاقدار هتتاخد من على لساننا. فانا قدامي 5 شهور، يا اما احاول اغير فيهم الكونتنت وواكب العصر، او اعمل الافكار اللي هي بتبقى في دماغي، بس انا فعلا ما عنديش وقت ان انا اعملها فيديوز طويله وانزلها على اليوتيوب زي ما انا بنزلها على الاماكن التانية عادي، وبحقق فيها ريتش وبحقق فيها كل الحاجات اللي انا عايزاها. او ان انا اقفل القناه دي خالص وابتدي جديد واستمر في التانية، واحاول ان انا اوصل للشروط قبل السنه ما تخلص، الا كل التعب اللي انا عملته هيروح. وانا طالبه منكم اي حد من اللي هم بيحبوا يتفرجوا على الفيديوز اوريدي بيتفرجوا عليها، بس مش بيعملوا ولا سبسكرايب ولا بيعملوا لايك ولا بيعملوا كومنت، قولوا لاصحابكم وانتوا كمان اعملوا كده. ولو مش حابين اكتبوا لي كومنت كمان نقد، بحيث ان انا اعرف النقط اللي فيها وابتدي قناه جديده بحاجات تانية، يعني اجدد فيها، وفي نفس الوقت اتجنب الاخطاء دي. وانا هقبل ده جدا، يا اما ان انا امسح خالص. واكتبوا كده، اكتبوا كده عادي جدا. لو انتم مش حابين القناه، مش حابين الفيديوز، اكتبوا كده ونقفلها خالص عادي. مش معنى كده ان انا مش عندي ثقه في نفسي، بالعكس، بس ممكن اكون مش شاطره في اليوتيوب، بس البلاتفورمز التانية اللي انا طالعه عليهم انا بحقق عليهم الريتش اللي انا حباه، او اللي انا برضه عنه فيه، والكونتنت بقدمه بمونتاج وبكل حاجاته انا اللي بعمله، فانا بحب الحاجات دي جدا. بس يلا بينا. ممكن نبتدي دلوقتي ان احنا نروق المطبخ، وعايزين نعلق على اللحمه. احنا كنا هنعمل فطار الغدا بدري بتاع الفطار يعني، ولكن اما البطاطس ما لقيناش عندنا بطاطس، فوقعنا في فخ كده كبير. فهنعمل اللحمه ونسيبها تاخد وقتها في السوا، ونبتدي نروح ونشوف بقى اليوم هيمشي مع بعض ازاي، وعايزين نعمل حاجه حلوه في اليوم. فبعد ما نخلص كل الحاجات والبيت يبقى نضيف، اكيد هنبتدي نعمل الحلو كده. بس تعالوا بقى نشوف يومنا هيبقى ماشي ازاي، وما تنسوش بقى تعملوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها وتقولوا لي رايكم. يلا. بعد بقى ما فتحت لكم قلبي، تعالوا بقى يلا نشوف ورانا ايه، ونبتدي بقى من جديد كده بدايه كويسه. اول حاجه بدات هنا عشان ان انا انضف البيت وكده. بدات اول حاجه بالمطبخ. انا ما كانش عندي حاجات كتير لان انا كنت مظبطه الدنيا من قبلها. كان عندي بس كوبايه ايس كوفي، مش عارف ايه، حاجات من دي بسيطه. هنا كنت سلقه بيضه ليايا في طبق وكده، فقلت ان انا اغسل بقى الحاجات وكده مكان فطار يايا، وكان حاجات السحور بتاعت امبارح، وفي نفس الوقت ان انا اسيب الدنيا نظيفه عشان ابتدي اعمل الاكل، لان انا كنت متاكده ان انا هتاخر في الغدا بسبب حوار البطاطس وكده. تمام، هنشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل في اليوم كله.
بس بقى فهم ما خدوش مني كتير، بس حبيت ابتدي بيهم عشان حاسه ان انا واقفه في مكان نضيف وكده. تمام، انتوا قولوا لي برضو يومكم بيمشي ازاي في رمضان، واللي بتشتغلوا بقى حاسين بايه في رمضان، واللي اول سنتين ليهم في الجواز او سنه ايه اخباركم، وايه الصعوبات اللي انتوا بتقابلوها. بجد يا جماعه احنا بنتعب جدا 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 جدا. انا معرفش احنا كنا قبل كده بنشتكي من ايه، بس اكيد كل فتره ربنا بيدينا طاقتها على قدها. فاحنا الاول كنا بنشتكي اكيد من الدراسة، بنشتكي من ملل بقى او احلام كتير عايزين نحققها، او اكيد كان في فترات بتعدي علينا. انا دلوقتي مش فاكرة ايه اكتر حاجة كانت مسيطرة عليا تعباني قبل الجواز، ولكن اكيد بحترم مشاعري في الوقت ده زي ما انا محترم مشاعري دلوقتي. دلوقتي عندنا لخبطة فظيعة، احساس بالمسؤولية رهيب، ضغط نفسي جدا جدا، خوف، قلق، حب، كل المشاعر موجودة. ده طبعا بيخليني عشان كده مقصرة في اليوتيوب ومقصرة في الفيديوهات، ولكن اهم حاجة اكون راضية عن نفسي في الجزء الاهم، وهو مسؤوليتي اتجاه يايا وكده. فالحمد لله انا يعني واثقة في نفسي في الجزء ده جدا، وراضية عن نفسي فيه الحمد لله الحمد لله. بس كده خلصت بقى الحوض، بدأت ان انا اعمل الرخامات. طبعا عارفين الازازة السوداء بتاعتي دي بيبقى جواها ايه؟ دايما بيبقى جواها بريكس او نوع مطهر يعني اسطح بحبه، عليها شوية خل كده. وبصراحة كنت سارقة شوية معطر كمان من المعطر اللي هو المركز، خلى الدنيا في حتة تانية خالص. بس لمعت الكل، شايفين الرخامة بتلمع ازاي اصلا. بدأت بقى على البوتاجاز، كده ما عملتوش قوي لان انا عارفة ان انا هطبخ عليه دلوقتي، بس انا ما عرفتش اشتغل عليه الا لما اروقه، او يعني انا حبيت اروق المطبخ كله يبقى اسمي كله مخلصاه، فاهمين؟ فاديته غسلة كده محترمة. بس وبعدين يا جماعة احنا اصلا بنروق ترويق اللي هو العادي دلوقتي، عشان خاطر في ترويقات كده كتيرة قوي قوي هتبتدي في اول الاسبوع الجاي ان شاء الله، او من اخر الاسبوع اللي احنا فيه ده. ولكن يعني ربنا يقوينا يا جماعه. انا للاسف مش بعرف اشارك الترويق او غسيل بقى الحوض او الحاجات الكتير دي، انا مش بعرف اشاركها لان انا بحب اعمل فيديو، احس ان انا ده جزء بسيط جدا من الفيديو، مش كل الفيديو ترويق وبيت وكده. لا، بحب اتكلم معاكم، بحب اعمل اكلات، بحب نكون خارجين، بحب نروح الهايبر كده، فاهمين قصدي؟ بس يعني مع احترامي لكل الناس برضو يا جماعه اللي بتعمل كونتنت ده. انا قلت بس استغل الوقت واعمل اللحمه بحيث ان هي ما تاخدش وقت كتير، او احس ان انا اتضغطت لما اجيب البطاطس وكده، لان انتوا تشوفوا ايه اللي حصل دلوقتي. حطيت بقى الاعشاب اللي انا جايباها من بيت الجمله في حله كده، وحطيت عليها واحده ليمون، وبعد كده جبت فلفلايه وبصلايه وطماطمايه وحطيتهم، بيخلوا الشوربه كده خطيره. وفعلا اللحمه كانت يا ربي تحفه يعني. النهارده هناكل منها بقيتها، بس جميله جدا يا جماعه الحمد لله يعني. بس وانتوا بقى واقفين بتعملوا الاكل او كده، خلوها دايما بنية افطار صائم، بحيث ان انتوا تكونوا خدتوا ثوابها يعني وكده. تمام. هنا بقى بدأت ان انا اشيل العاب يايا، وجيت هنا احط لكم الكادر، حسيت ان انا مش مرتاحه ويايا هيزهقني بالموبايل فغيرته لكم. مفيش بقى، انا لمعت يا دوب بس الركنه كده بسيط. لما بيكون عندي بقعه في الركنه، هوريكم دلوقتي الوايبس بتاعه الاطفال خطيره يا جماعه في تنظيف الركنه، وفي نفس الوقت مش بتسيب الريحه بتاعه القماش او الفوط اللي احنا بننضف بيها لما بتتركن فتره يعني، فاهمين؟ فهي خطيره. بصوا انا جايباها وجايه اهوت، نورت لكم. انتوا مش متخيلين اصلا سعرها كان كام. كان سعرها كان 10 جنيه، بس هي مش صالحه خالص للاطفال، فانا قلت هجيبها واستخدمها في تلميع الحاجات اللي انا بحب استخدمها فيها، زي مثلا الرخامه السوداء اللي عندي، او الركنه لو في حاجه وقعت عليها من ايد يايا او كده، فاهمين؟ يلا بقى خلونا نكمل الفويس بتاعنا. هنا بقى بدأت ان انا لمع برضو الاسطح كده، زي ما بقول لكم انا بعمل بس حاجات بسيطه جدا عشان خاطر لسه في ترويقات عميقه بقى هتحصل وكده. بس كنت عايزه اقعد بس في مكان نضيف وكده، واحس ان مفيش اي تراب ولا حاجه، لان مهما اقول لكم قد ايه الشخص اللي قاعد في وسط اراضي بيتعب قد ايه في ترويق البيت، مش هتتخيلوا بجد والله. كل حاجه بصوا ده كان مليان تراب وحاجات يعني رخمه قوي في النقطه دي بالذات بقى. بصوا دوت كان اللي هو جنب الشباك على طول، بيبقى صعب قوي قوي. بس كده هنا كنت بلعب في المرايه روقنا بقى السفره، وشلنا الحاجات اللي احنا كنا لابسينها اليوم اللي قبليه. كنا خرجنا بالليل
عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا جبنا طقم العيد ليحيوحه وجبت حاجات ليا كمان وكده. هبقى اوريكم كل الحاجات دي ان شاء الله في فلوج العيد او لو عرفت قبلها يعني ان شاء الله يعني. شلت بقى السجاده، مشلتش بس غير السجاده دي والسجاده اللي هناك اللي عند الركنه عشان خاطر يويا بيبقى موقع عليهم حاجات كتير، ونضفت الارض بقى وكده وهلمعها دلوقتي بس الاماكن الفاضيه اللي فيها بس وخلاص. بس لقيت الميه غليت فقلت ايه احط اللحمه بحيث ما اضيعش وقت وكده. بصوا بقى الموب دي او يعني مش عارفه دي المساحه دي ولا ايه، هي حلوه بس هي مش عمليه. فيها بقى يعني البوتل دي بنحط فيها اي معطر انتوا عايزينه على ميه او حاجه وتلمعوا بيه تمام. بس هي اتكسرت مني بعدها باسبوع وانا غيرت الجزء اللي فيها بجزء حديد كده عشان اقدر اتعامل معاه بصراحه. بس فهو ده اللي كان العيب الوحيد اللي فيها، ان الجزء فيها اللي بيتحرك وبيروح وبيجي دوت اتكسر مني وغيرتها. بس هي سعرها مناسب على قد الكواليتي بتاعتها وبتسهل علينا وقت طويل بصراحه. بصوا بقى هنا رحت بقى على الغدا. هنا كنا خلاص الساعة بجد 4 وشوية، فكنت يعني خلاص بسابق الوقت بصراحة. هنا انا بحب اعمل طريقة البطاطس بطريقة يعني زي ما يقولوا ايه نايف ناي كده، بتبقى خطيرة يا جماعة جوه البريمات خطيرة. هنا بقى حطيت بصلة تتبل وبعد كده نزلت عليها بالبطاطس، والبطاطس يعني على طول توم وكزبرة. انا بحب كده، انا بحب انسق طعمين كده مع بعض. زي مثلا البطاطس مع الفلفل الاخضر، زي البطاطس مع الثوم والثوم بيحب الكزبره. انا بحب كده. ادام عملت صينيه بحط فيها التوابل اللايقه على بعضها، بجد كان طعمها مش قادره اقول لكم، مش شكرانيه في نفسي بس كانت خطيره. احنا بس هنا بنديها تشويحه كده في الصينيه دي، لسه طبعا هننقلها في البرام بس مش دلوقتي. هنا بقى بكلمكم بقول لكم ان انا احط كام فص ثوم كده فيها بيعلوا الريحه. طبعا كل دوت احنا بنشوح يا جماعه من غير صلصه من غير اي حاجه. حطينا بقى شويه فلفل اسود وشويه كزبره زي ما قلت لكم عشان يعلوا التست معايا شويه. وكل ده انا ما حطيتش ملح لاني انا لسه شويه كده ولما فبس كده هنقعد نقلب بقى فيها شويه كده. بحب اشوحها شويه. هنزل عليها بقى بفلفل وبطماطم هتشوفوها دلوقتي. هنا بقى كنت لسه بحط التوابل، مش عارفه اتاخرت شويه فيها. هنا كانت اول حاجه الكزبره، بعد كده الفلفل الاسود هو دوت بقى. انا لسه ما وريتكوش شكل البرام عامل ازاي او شكل الخضار لما بيتشوح بيبقى شكله عامل ازاي، بس بجد كانت حلوه 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 يعني. هنزل بقى بفلفل وبطماطم. فبصوا هنا بقى كنت بحط البهارات دي، انا جايباها من بيت الجمله، هي مشكله كده بس ما حطيتش منها كتير عشان انا عايزه بجد البرام يبقى بمعنى صح خفيف خفيف خفيف، ما فيهوش اي حاجه تتعبنا بالذات في الصيام وكده. فهنا بصوا الطماطم دي هتدبل اصلا، هتنزل الصوص بتاعها، مش هنحتاج اي صلصه من بره ولا اي حاجه تخليها يعني فيها حموضه زياده عن اللزوم. هنا بقى استغليت الوقت وبدات ان انا احط صينيه كده عشان اعمل فيها الرز. انا بوريكم المشابك اللي انا بقفل بيها العلب. عمو اضطر يقفل الجراج دلوقتي وانا بسجل. بقفل بيها الاكياس، بقفل فيها حاجات كتير جدا. هي انا كنت جايباها اصلا لغسيل بس بجد تستخدمها الاستخدام ده في التلاجة او بره التلاجة بجد خطيره. لو معايا بيكنج باودر مثلا فتحته وعايزه اقفله خطير بصراحه وبتسهل عليا حاجات كتير. هنا بقى كنت بشوح الشعريه بتاعه الرز، قلت اختصر يعني الوقت وكده. وهنا كنت بشرح لكم برضو. بصوا بقى لونها، انا بحب لونها يبقى كده قوي. مفيش بقى خلاص كده احط الرز على طول بعد ما وصلت للون دوت، وبقلب وازود الملح. وعشان برضو اسهل على نفسي الوقت لازم 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 انزلها على ميه سخنه من الكاتل او حاجه بحيث ان هي على طول تستوي او يدخل في سواه. خلاص بقى بصوا غلى، هستنى بس يتشرب شويه صغيرين كمان وبعد كده بطفي عليه وكان جميل جدا يعني الحمد لله. بصوا بقى هنا لسه الصينيه انا ما حطيتهاش في البرام، هاخدكم بقى معايا دلوقتي وانا بحطها. بصوا هو ده البرام. انا عايزه اقول لكم ان كانت بجد بجد شبه اللي بنجيبها من محلات، خطيره خطيره ما فيهاش اي افتكاسات، ولكن استغلال الطعم واستغلال تشويحه الحاجه بجد وداها في حته تانية خالص. هنا بقى بدات اظبط الملح بتاع الشوربه اللي انا هزود بيها، لان لو تلاحظوا انا ما كنتش لسه حطيت اي ملح خالص. هنا بقى بشرح لكم ان قد ايه انا كنت عايزه اوصل ان هي تبقى الطاجن اقل حاجه في الطعم. انا عايزاه يبقى خفيف اكتر من ان هو في شغل كتير. انا عايزه طعمه بيزك قوي قوي بحيث ان احنا ناكل ونشبع بطعمه حلو من غير ما نتعب.
بدات بقى ايه انقل. بصوا كان خطير، بس الاضاءه هنا ما كانتش احسن حاجه. هنقلكم دلوقتي في مكان كويس تشوفوا منه شكله عامل ازاي. اللهم بارك، سموا الله بقى يا جماعه. تمام. هنا بقى بيقعد معايا كذا يوم عادي، ممكن ناكل منه 3 ايام عادي جدا. وهنا كانت اخت جوزي هتيجي تاكل معانا، ف حبيت اظبطه لها كده الشكل وكده، بس انا كنت فاهمه غلط. هي لسه هتيجي معانا بقى النهارده يا جماعه، فهناكل مع بعض ايه بواقي الطاجن عادي جدا. لقمه هنيه تكفي 900. اديته بقى ايه زقه كده بسيطه بحيث ان الشوربه تدخل للكل، لان لسه البطاطس ما كانتش 100% مستويه، لا لسه يعني هتكمل سواها وكده. اوكي، هاجي بقى معاكم اتكلم شويه. جيت لكم بقى دلوقتي انا مفيش في ايدي حاجه ان انا مثلا اقدم الوقت او كل الحاجات دي مش في ايدينا. تمام، فاحنا عملنا اللي علينا وان شاء الله هنفطر. وجوزي عارف ان هو احنا الاثنين ما افتكرناش ان احنا مش عندنا بطاطس، واخترنا الاكله دي امبارح من غير ما نبص في التربو او في الحاجات اللي موجوده عندنا في البيت يعني عموما. تمام، ف اتس اوكي ان شاء الله مش هيزعق يعني. بس هو بوتاجاز، واحنا دلوقتي الساعه 5 الا تلت او الا ربع، احنا قدامنا ساعه بس. عامه الرز مش هياخد حاجه، البطاطس ان شاء الله ما تاخدش نص ساعه وتكون مستويه وتاخد وش بس وخلاص. عندنا عصير من امبارح فمش هنعمل. البلح هو فقد الشغف فيه، انا مش بفطر بالبلح فهو فقد الشغف فيه، فبياكل التمر عادي بقى من غير ما نبله، من غير ما نعمل البروسيس دي كلها من الاول وكده. خلاص، فدلوقتي اكيد مش هقعد اندب حظي او اقعد جنب البوتاجاز او الكلام ده كله. هنستخدم بقى الوقت في ايه؟ في ان احنا نخلص الورد بتاعنا. بصوا انتوا حتى لو يعني مش الفترة دي مش بتقرأوا من المصحف، فالعبادات تفضل مستمرة زي ما هي. الاستغفار عادي، تسمعوا القرآن، تقرأوه، تتصدقوا، كل حاجة حتى الدعاء، حتى كل حاجة، لان احنا استل في ظل ايام رمضان وفي ظل رحمة ربنا يعني احنا فاهمين. فزي ما قلت لكم قبل كده على البرنامج دوت تحفة. اسمه ايه بقى تاني؟ اسمه مصحف المدينة، وده شكله اهو. ده بنفتحه كده بتلاقوا بقى الصور فيه كلام معين بيبقى باللون الازرق كده. الكلام ده بيبقى متفسر ليه معانيه تحته وفي تفسير، يعني انتوا ممكن تقرأوا آية ده، ممكن تقرأوا آية كل واحدة تحتها تفسير بتاعها. ده النظام التاني انتوا بتقرأوا بالمعاني، والنظام التالت بقى اللي هو العادي بتعدوا يعني الصفحة وكده وعادي، فاهمين؟ فانا بحب المعاني اكتر، يعني عشان ابقى الحاجه اللي انا بقراها ابقى متدبره فيها اكتر وفهماها. لان احنا طول الوقت ممكن نكون بنقرا قران بس مش طول الوقت فاهمين معنى الحاجه اللي احنا بنقراها، فاهمين حاجه. فرمضان بقى الحاجات الزياده اللي بتخلينا نقدم الهديه اللي احنا الشهر ده كهديه او بتفاصيل زياده او احلى، هي ان احنا نتدبر اكتر في القران وكده، فاهمين؟ وحاجه كمان، يعني انا بستغرب جدا الناس اللي بتقعد تقول انتوا بتستشيخوا بس في رمضان، انتوا بتعملوا مش عارف ايه في رمضان وبره رمضان. طب ما هو ده الطبيعي، انتوا فاهمين؟ هو ده الطبيعي، احنا لازم نكون اكسترا في كل حاجه في رمضان. تمام. فحاجه كمان انا بعملها ما اقدرش اعملها بره رمضان، هي حوار لبس البناطيل وكده. انا في رمضان بحاول ان انا طول الوقت، انا مش فاهماكي اقطعك، استني قطعتها. في رمضان انا ما بلبسي بناطيل، ودي حاجه انا بحبها فيها جدا. فانتوا حاولوا ان انتوا كمان تعملوا حاجه زي كده. في خصال كده معينه باجي بيها في رمضان ببطلها. مش معنى كده ان احنا منافقين، او مش معنى كده ان احنا بره رمضان يعني مثلا او ده حلال وده حرام، لا، هو ستيل في كل الاوقات حرام. ولكن على الاقل في رمضان بنحاول نودي الهديه بتاعت ربنا كامله متكامله. شوفوا لما بتكونوا عيد ميلاد صاحبتكم، فرح صاحبتكم، شوفوا بتجهزوا له ازاي. حاولوا بقى انتوا في رمضان تعملوا كده كمان، تجهزوا بطريقه فيها حب، فهمتوني؟ بس كده هنقعد بقى نقرا دلوقتي شويه وانتوا كمان اقراوا. بس وهقابلكم بقى وانا بوريكم عظمه ان شاء الله، عظمه انا واثقه، لان انا عملتها يوم العزومه وكانت تحفه. بس كده، باي. اتمنى بقى اكون فدتكم بقى في الجزء اللي فات، وكمان استفدتوا مني اكله واستفدنا كمان معلومه. ده بس كان يومنا النهارده. باي باي.